الأرنب لوني، اليسار مجنون ضرب تاني. هما مش هيتعلموا وإحنا مش هنتراجع. فاكر الست دي؟ فاكر البطلة الوطنية الأمريكية الحقيقية دي، داشا كيلباتريك؟ بتقول إنك بتعبد إرهابي هو زعيم حرب ومتحرش بالأطفال، وإن الإسلام منظمة إرهابية. أيوة، عشان أنت مش متعلم، مش دين. أنا متعلمة جدا في الموضوع ده. فهم مستمرين في استخدام الأساليب القذرة. دي الست اللي نصبت لها كمين. احنا مش عارفين هي قالت ايه لداشا قبل ما تبدأ التصوير، أو يمكن كانت بتصور من الأول وبتستفزها. احنا مش عارفين ايه اللي حصل، بس بصراحة أنا حتى مش فارق معايا. حتى لو ما استفزتهاش، احنا من حقنا نعبر عن رأينا. احنا فعلا من حقنا، ماشي؟ مش حاجة محترمة انك تتريق على ناس عادية، بس عارف ايه اللي مش محترم وايه اللي أسوأ كمان؟ هو انك تهاجم الناس وتدمر مصدر رزقهم وبعدين تفتخر بنفسك كأنك انتصرت. ده اللي اليسار بيعمله بقاله سنين. دلوقتي خليني أقولك، احنا مش في 2015 تاني. ثقافة الإلغاء اتلغت. فشكرا لكل الوطنيين في كل أنحاء العالم اللي تبرعوا بسخاء، وأنا عارف إن ده هيستمر. حد سبقني في ده لأني كنت ناوي أعمل كده من زمان. توم هينيسي ناشط محافظ هو اللي عمل منصة Give Send Go، مش جو فاند مي، لأن جو فاند مي كمان منصة تمويل جماعي بتتبنى توجهات الووك. هم لغوا كتير من حملات جمع التبرعات اللي كانت معمولة للمحافظين أو لقضايا محافظة. كانوا بيلغوهم، كانوا بيستسلموا لضغط اليسار الصحوي، وكانوا بيلغوا الحملات دي كمان. عشان كده احنا مش محتاجينهم تاني. عشان كده ثقافة الإلغاء اتلغت واحنا بنغير الثقافة. يعني داشا بقت أغنى بحوالي $250,000 سببوا في طردها. الدكتورة والبنت المسكينة فقدت شغلها في ليلة وضحاها. ده اللي كانوا بيعملوه طول السنين، كانوا بيلغوا وبيضيعوا أرزاق ناس كتير. بس خلاص يا جماعة، مش هيحصل تاني، عشان إحنا بنقاوم وبنرد. ودلوقتي السبب إني بقول لكم الكلام ده مع إنكم غالبا عارفينه لو بتتابعوا القناة دي، هو إن في شخصية أسترالية مشهورة اسمها كارل ستيفانوفيك. مش عارف إذا كنت أعرف أي شخصية تلفزيونية أسترالية تانية ليها مشوار أطول على الشاشة من كارل ستيفانوفيك. يمكن ديفيد كوشي، أظن إنه بقاله أكتر من 20 سنة بيظهر على شاشتنا. بيرت نيوتن، أظن إنه توفى من كام سنة، فبيرت نيوتن كان رمز أسترالي تاني. فكارل ستيفانوفيك خليني أقدمه لكل أصحابي اللي مش أستراليين اللي متابعيني، عشان ده كارل ستيفانوفيك، تمام؟ هو رمز أسترالي وبيشتغل في قناة 9 بقاله مش عارف يمكن 20 25 30 سنة أو حاجة زي كده. كرس حياته للصحافة. هو نور شاشاتنا سنين كتير. كتير مننا اتربوا وهم بيتفرجوا عليه في التلفزيون بتاعنا. بس هو غلطة إنه كان صحفي حقيقي، تمام؟ راح وعمل مقابلة مع شخصية مثيرة للجدل، تومي روبنسون. اسمع كده. ضيفنا الجاي واحد من أكثر الشخصيات العامة المثيرة للجدل في بريطانيا لأكثر من 10 سنين. تومي روبنسون كان في قلب النقاشات حوالين الهجرة والتحرش والإصابات وحرية التعبير والهوية الوطنية. هو قاد احتجاجات ومسيرات في كل أنحاء المملكة المتحدة، وشارك في حملات بيقول إنها بسبب فشل التعامل مع استغلال الأطفال جنسياً. محبوب من مؤيدينه ومدان من منتقدينه، قليل جدا من الشخصيات كان لها تأثير أكبر على الحروب الثقافية في بريطانيا. استعدوا كويس، دي مقابلاتنا مع تومي روبنسون. تومي، تمام؟ ده كان كارل ستيفانوفيتش قاعد مع تومي روبنسون. زي ما انت شايف البودكاست ده مدته 55 دقيقة. ده قناة كارل الخاصة. فطبعا هو مش بيعمل كده بصفته في قناة 9، لكن أول ما عمل كده زي ما كان متوقع، اليسار الووك اتجننوا تماما. والمسكين كارل حتى مسح مقابلته مع تومي روبنسون. خليني أوريك ملخص اللي قاله تومي في البودكاست ده. مفيش حاجة مجنونة، أنا لسه ما اتفرجتش عليه بس هتفرج عليه. أنا وأنت قاعد في أستراليا ممكن تكون بتفكر زيي، ممكن تشارك آرائي، ممكن تكون قلقان من الهجرة، ممكن تكون قلقان من الإسلام، بس أنا متأكد أنك عارف إيه اللي هيحصل لو فتحت بقك. غالباً أنت قاعد في شغل كويس، عندك فواتير كتير وعيلة محترمة، عندك حياة كويسة. هو ده كنت أنا، ده كان أنا في 2009. في 2009 كنت أملك 7 عقارات، كان عندي عيلة جميلة. في آلاف وآلاف وآلاف من الناس زي تومي روبنسون اللي تخفوا وسكتوا وتمنعوا من المنصات وخسروا شغلهم. كان في فترة من 2017 ل 2024 كنت مش موجود. مسحوني من كل حاجة، يعني كل حاجة.
يعني هو اتلغى تماما. أيوة. وده اللي هما بيحاولوا يعملوه، ده اللي عملوه مع ناس كتير من النشطاء. أي حد بيتكلم بصراحة بيتلغى، لو مش ماشي مع الخط الرسمي أو الرواية الرسمية بيروح. عشان كده أنا بحاول أصحي زمايلي الأستراليين، ما تسيبوش الإسلام يخرب أستراليا، لأني شفت بريطانيا وشفت أوروبا. فكارل ببساطة زي ما أنت شايف هو بس بيعمل مقابلة مع تومي، تمام؟ كارل واقف في النص بالظبط، هو بيعمل شغله الصحفي. اليسار المستيقظ وكل المؤسسة السياسية ومؤسسة الإعلام كلهم هاجموا كارل بجنون. وبص على ده، كارل ستيفانوفيتش متوقع يسيب قناة 9. كارل ستيفانوفيتش اتشال من برنامج توداي بعد ما رؤساء 9 عملوا اجتماع أزمة. مقابلة حدثت، مشاكل في التلفزيون، وعرض شغل من هانسن. يعني هم لغوه يا جماعة حتى بعد ما خضع لضغطهم، وده أنا شايف إنه ما كانش لازم يعمل كده. بس يا جماعة ما تحكمش على الراجل إلا لما تحط نفسك مكانه وتمشي مكانه 10 أميال. أنا مؤمن بده. فالمسكين كارل اتعرض لضغط عشان يحدث مقابلته مع تومي روبنسون، ودلوقتي بالرغم من كده متوقع إنه يسيب قناة 9، يعني اتلغى فعليا. إحنا مش في 2015 يا جماعة، فاكرين الست الشجاعة دي؟ وعشان كده ندائي لكل الوطنيين في الغرب، مش بس للوطنيين الأستراليين، ده لكل الوطنيين في الغرب خصوصا متابعيني الأمريكان. 30% من جمهوري جاي من أمريكا. أمريكا العالم كله بيبص عليك، العالم كله بيبص عليكم عشان القيادة والإرشاد، لأنكم محميين بدستوركم. وأنا عارف إن كل بلادنا الغربية بتتعرض لهجوم من الشيوعيين الفاشلين والفاشيين واليساريين والمجانين بتوع الواك. فأنا عملت حملة تبرعات لكارل ستيفانوفيك. ودلوقتي خليني أوضح لك حاجة، أنا ما كلمتش كارل، ما كلمتش تومي، وما كلمتش بولين هانسن. أنا بعمل ده لوحدي لأني كنت مستعد أعمل كده عشان داشا، بس زي ما قلت حد تاني سبقني. لازم نوضح إن ده مش 2015 تاني. لو جيت على أي حد وحاولت تدمر حياة الناس، عارف إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنخليهم أغنى كمان. كارل أصلاً راجل غني، زي ما قلت هو نجم تلفزيون معروف. فأنا مش عارف حتى لو هو هيقبل الفلوس دي ولا. أنا عملت حملة تبرعات ب$100,000. مش عارف، ممكن الموضوع يكمل أكتر. وللجمهور البريطاني والأمريكي الدولار الأسترالي أقل بكتير من الجنيه الاسترليني أو الدولار الأمريكي. يعني لو حطيته $100 هتبقى تقريباً 140 أو $150 بالنسبة لنا. فلو تقدروا اتبرعوا بكرم. أي فلوس هنجمعها أكيد مش هاخد منها ولا مليم. أظن إن جيف سينجو هياخدوا 2%، وكل الفلوس دي هتتقدم لكارل كيلفتا تقدير لتضحياته ومساهمته. ولو كارل ما خدهاش هنتبرع بيها لبولين هانسن. أنا كتبت ده هنا. كل العائد هيروح لكارل ستيفانوفيتش. لو ما خدهاش هتروح لبولين هانسن عشان نغيظ الناس دي أكتر، لأنكم عايزين تلغوا الناس. بالتوفيق. ألغونا. بس ده مش 2015 خلاص. زي ما قلت احنا هنبقى أغنى كمان. احنا بقينا متحدين دلوقتي. مش هتقدروا تلغونا، مش هتقدروا تدمروا حياتنا تاني. بص على ده، انت خاين لعيلتك يا كار. جدك دراجيتش ستيفانوفيتش اتقبض عليه من النازيين بتوع هتلر، وقضى 4 سنين في معسكر أسرى حرب في ألمانيا. وهناك قابل جدتك وخلفوا ابن اسمه أليكس اللي هو أبوك. دراجيتش اللي كان شخص نازح جه أستراليا مع عائلته. أنا بس مش فاهم الناس اليساريين دول اللي بيقولوا على نفسهم متفتحين، ليه بيعتقدوا إن الأوروبي اللاجئ الحقيقي اللي جاي أستراليا أو بريطانيا أو أمريكا زي الجهادي بتاع داعش؟ مين اللي عايز يعمل ختان لبنته أو يقتل بنته لو اتجوزت واحد مش مسلم، أو يقتل واحد متهم بالتجديف، أو حتى يقطع راسنا لمجرد إننا مش مسلمين؟ إزاي الاتنين دول زي بعض؟ مش كل المهاجرين زي بعض. وعلى فكرة يا جماعة ده رسمي فعلا، جريدة ديلي ميل بالفعل نشرت الخبر. كارل ستيفانوفيتش استقال. أهو كده، ستيفانوفيتش ضيف مثير للجدل. كارل ستيفانوفيتش هيستقيل من قناة 9 بعد مقابلة مثيرة للجدل مع تومي روبنسون، وهيغادر القناة فوراً بعد ما تفاصيل اتفاقه على الرحيل اتكشفت. خلاص كده البرنامج اتلغى، عشان كده يا ريت تتبرعوا. كل الوطنيين الغربيين، احنا ما بقيناش متقسمين بالحدود بتاعتنا تاني. الموضوع مش للأستراليين بس، مش للبريطانيين بس،
مش للكنديين أو النيوزيلنديين أو طبعا الأمريكان بس، ده لينا كلنا. اسمعوا بولين هانسن، هي بالفعل علقت على الموضوع ده. اسمعوا. ماشي كارل ستيفانوفيتش، شكله تشال من قناة 9 غالبا بسبب الحوار مع تومي روبنسون. أنا بصراحة مش شايف تومي روبنسون ده حاجة كبيرة خالص، أنا شايف إنه كان قاسي جدا مع الولد السوري الصغير. بس إيه رأيك لو قناة 9 فعلا طردته بسبب كده؟ طيب تطفيك يا أندرو بولت، ليه خايف؟ ليه بتنافق؟ أنت كمان خايف يلغوك؟ أنت كمان؟ ولا يمكن أنت بس بتحاول تبان محايد جدا؟ يعني إيه هو ده الموضوع؟ عشان كده مفيش حد كامل على فكرة. حتى لو تومي روبنسون كان قاسي مع الولد السوري ده، وده أنا مش شايفه حصل، الولد السوري ده كان أكبر من السن اللي كان بيقول عليه. بس زي ما أنت عارف لما المهاجرين دول بيجوا مش بيبقوا معاهم بطايقهم، فممكن يكون عنده 18 سنة بس يقول إنه عنده 13 أو 14، وبيتحطوا في مدارس مع أطفال أصغر منهم بكتير، وبعد كده بيتنمروا عليهم. ده اللي قاله تومي روبنسون. ومفيش طريقة تثبت إن تومي غلطان، لأن مفيش بطاقة رسمية، مش هتقدر تتأكد من سنه. أنا شايفة أنهم أغبياء جدا أنهم يعملوا كده، لأن لما نسب المشاهدة قلت ولما قلت رجعوا كارل، رجعوه فعلا، وتخيل نسب المشاهدة زادت. يعني هم مش فاهمين حاجة، هم رايحين بعيد قوي ناحية اليسار قناة 9، وده غلطة كبيرة. اسمع يا كارل، أنا بدور على حد يشتغل معايا في مكتبي، عايزة شوية مستشارين في مكتبي. يعني يا كارل تعالى قدم على شغل معايا، هنقضي وقت حلو سوا، هنخليهم كلهم ياخدوا بالهم، وهنرجع البلد للطريق الصح يا صاحبي. هو ده عرض أظن حتلاقيه صعب ترفضه. طيب أنا بدور على بص مفيش مانع تجرب، staff as advisors. بس ليه ما تتكلمش مع تومي روبنسون في المقابلة؟ بص أنا كبرت على إني أتعلم حاجات جديدة، أنت عارف أنا مش سهل يتغير يعني. وبعدين حضطر أدافع معاك عن بن روبرت سميث وكل الكلام ده، وبصراحة شايف إن الأحسن أركز في شغلي هنا. طيب أنا حفضل مع ديفيد فارلي لأنه واقف معايا ومع سياسات One Nation. ها؟ تمام يعني. وليان كويس جدا إنك جيتي، وأنا أقصد إحنا بدأنا شغلنا واضح إن بولين دعمت كارل ستيفانوفيتش، بولين دعمت تومي روبنسون، وكمان تومي روبنسون دعمها. لأن يا جماعة الأصوات المحافظة دي ما ينفعش نتقسم بسبب خلافات تافهة، لو في أي خلافات أصلا. أنا شايف إن خلافاتنا مش مهمة لأننا بنخوض معركة حضارية. إحنا مش هنسكت على كده. الموضوع مش بيحصل في بريطانيا بس، ده كمان بيحصل في أمريكا. لازم أعمل فيديو تاني عن الموضوع. في 3 من الإسلاميين كسبوا الانتخابات التمهيدية في مجلس شيوخ ولاية نيويورك. لازم أعمل فيديو منفصل عن الموضوع ده، إيه اللي بيحصل في نيويورك. نيويورك بتنهار أسرع ما لندن انهارت، فمن فضلكم هحط الرابط في الوصف. اتبرعوا قد ما تقدروا لو تقدر، بس ما تحطش نفسك تحت ضغط مالي. وزي ما قلت على فكرة، بولين هانسن حطت اللقاء ده على قناتها الرسمية اللي هي دي زي ما انت شايف هنا. هو بالفعل جاب 233 ألف مشاهدة في حوالي يوم واحد. بس يا كارل المسكين، كارل انت مش لوحدك. انا عارف اننا عمرنا ما اتكلمنا مع بعض. هو غالبا حتى مش عارف اذا كنت موجود اصلا، بس ان شاء الله نقدر نجمع فلوس كفايه. ان شاء الله نقدر. اكبر حاجه شغلاني اننا محتاجين ندي اليسار الواك كف على وشهم، وصوتها مجرد صوتها لازم يخوفهم لدرجه ان هم عمرهم ما يعملوا حركه زي دي تاني ابدا لما يروحوا ورا ارزاق الناس. تاني خلينا أقولها تاني، كارل ستيفانوفيتش مش يميني ولا حتى يميني متطرف، أظن هو مجرد صحفي محايد. وده كل الهدف من إنك يكون عندك بودكاست خاص بيك تقدر فيه تعمل مقابلات مع شخصيات مثيرة للجدل. وأربي إيميني اللي هو في الحقيقة صديق كويس ليا قال نقطة مهمة جدا. مش عارف، أظن إنه زعلان شوية كمان. هو هنا بيتكلم بسخرية شوية. هو بيقول إن كارل ستيفانوفيتش الشجاع شال مقابلته مع تومي روبنسون من كل المنصات بسبب غضب قناة 9. الغريب إن محدش كان عنده مشكلة لما كارل استضاف بعض من أكبر كارهي اليهود في أستراليا. دلوقتي أنا مش متأكد إذا كان فعلا عمل كده ولا لأ، بس برضه عادي جدا يا جماعة. كارل صحفي وشغله إنه يعمل مقابلات مع الكل،
إزاي تقدر تتجاهل ناس زي تومي روبنسون؟ إزاي تقدر تتجاهل ناس زي بولين هانسون وهي أكتر سياسية شعبية في أستراليا دلوقتي؟ وأيوة، على أي حال يا ريت تتبرعوا بأكبر قدر تقدروا عليه، هحط الرابط في الوصف تحت.